السلام عليكم. في هذا الفيديو غنصايبوا واحد المحرك مغناطيسي بسيط وسهل، تقدر ديرو بامكانيات بسيطه، وخاصكم تشوفوا النتيجه في الاخير بصراحه لانها خطيره فضلا وليس امرا. اول حاجه غادي ناخذ هي مغناطيس ديال مكبر الصوت، وناخذ جوج ديال لي زاتاش ديال الاوراق، ناخذهم ونلفوا السلك ديال لي زاتاش على الابره، نلفوه مزيان حتى ندورو به دوره او نصف دوره بحال هكا باش يكون لينا داك الثقب في السلك. ذلك الثقب يأخذ شكل خاتم صغير، هذاك هو اللي غادي يجي فيه المحور ديال الوشيعة. نأخذ سلك لي زاتاش ونديرو نفس العملية، نحطو عليه الإبرة وتندورو نصف دورة باش تعطينا داك الثقب اللي غادي يكون مثل الخاتم الصغير على هذا الشكل. بهذه الطريقة إخواني نكونوا كملنا هاد لي زاتاش في الخدمة ديالهم، ومن بعد تنمشيو تنثبتو عليهم أسلاك، نسوديو عليهم أسلاك بجوج بهم. السلك الأول، ومن بعد تناخد أطاش آخر ونسودي عليه سلك تاني، وهاد لي زاتاش بعد نسودي عليهم الأسلاك حتى نحطهم في الجانب ديال المغناطيس ويكونوا مقابلين مع بعضهم، واحد تيشوف في واحد، واحد مقابل الآخر. هذاك السلك هو اللي غادي نحطو فوق المغناطيس بهذا الشكل هذا، ونحط واحد آخر مقابل ليه، ومن بعد تندور عليهم سكوتش بجوج بيهم باش يثبتوا على المغناطيس مزيان. نعطيهم دورة وحدة، لفة وحدة ولا جوج لفات باش يثبتوا ليا لي زاتاش على المغناطيس. الدورة الثانية يكفي. وتنقطع السكوتش ونمشي للمرحلة الموالية اللي هي ديال الوشيعة، نثبت لي زاتاش مزيان على المغناطيس، ومن بعدها نمشي للوشيعة مباشرة. نأخذ سلك من فئة 0.1 مليمتر، ونأخذ أسلاك نحاسية جوج، واحد يكون مقابل واحد بهذه الطريقة، واحد تيشوف واحد أو مقابل ديالو. تنقادو مزيان ومن بعد تندور عليهم داك السلك اللي من فئة 0.1 مليمتر، تندورو 100 لفة، 100 دورة أو 100 لفة
على الأقل 100 لفة. بعد ما تنكمل إخواني عدد اللفات، تندور داك السلك اللي من فئة 0.1، تندورو على السلك السميك ديال النحاس. بهاد الطريقة تنبقى ندور فيه مزيان على السلك النحاسي السميك، ومن بعد تنقطع ونمشي للجهة الأخرى وتندور عليها حتى هي السلك الرقيق، تندورو أو تنلفو على السلك السميك بهاد الطريقة، ومن بعد تنسوديهم بجوج على السلك السميك ديال النحاس. تنسوديهم بجوج بهم مزيان. السلك رقيق ما يحتاجش يتقشر هذا باش يتسودا، تيتسودا مباشرة على السلك السميك. ومن بعد تنزعو داك القالب أو القباري اللي هو القنينة أو القرعة ديال كولا سبيسيال. بهاد الطريقة إخواني نكونوا قد أنهينا العمل ديال الوشيعة. ودابا تجي المرحلة ديال المحور، نقادو مزيان المحور ونراعيو السلك الرقيق باش ما يتقطعش. نصيبو المحور ديال الوشيعة. صيبنا الأول ندوزو للثاني حتى هو نصيبوه. ندوروه مزيان على الوشيعة. بهذا الشكل هذا إخواني غيكون هو الروتور، والستاتور هو المغناطيس. الروتور هو اللي كيتحرك، هو اللي تيدور، والستاتور كيكون ثابت. بهذا الشكل إخواني نكون قد أنهينا الوشيعة بالمحور ديالها. نقطع بالمقص الأسلاك الزائدة ونركبها على المغناطيس أو فوق المغناطيس، وندخل الثقب، ندخل الأسلاك في الثقب اللي كنا صايبنا من قبل ديال لي زاطاش. بهذا الشكل نكون قد أنهينا عمل المحرك. وتنجيب شارجور أو محول 5 فولت ونجرب عليه هاد التجربة.
ناخدو المقاس 4.6 فولت أو 5 فولت، بحال بجوج يخدمو. تنجربها، الأسود نحطو على الزائد والأبيض على الناقص، وها النتيجة إخواني. المحرك يشتغل، يبدأ في الدوران بشكل جيد. تجربة ناجحة ونبغيكم تصايبوا بحالها. اللي عجبته هاد الفكرة هادي يدير جيم بارطاج ويشترك معايا في القناة باش يوصلوا كل جديد. وإلى الفيديو الجاي، والسلام عليكم.